لعبة ولع. اللعبة دي غريبة جدا وعجباني جدا جدا جدا، بس أكتر حاجة ممتعة في اللعبة دي إن هي بتحب اللمة. يعني لما يكون عدد الصحاب كتير جدا اللعبة دي هتكون مناسبة جدا جدا جدا. كل ما يكون عدد كبير اللعبة هتكون ممتعة أكتر وأكتر وأكتر. بصوا كده كاتبين إيه: شوف مين من أصحابك هيغدر بيك. رقم واحد، شوف إيه؟ شوف مين من صحابك هيغدر بيك. ولع. إحنا جايين نهدي النفوس، هنولع الإيه؟ هنولع القعدة. يلا بينا نشرح اللعبة دي مع بعض. طولت عليكم. طب يلا بينا نشوف لعبة ولعة بتقول ايه. ده شكل الكرتونة. شكل الكرتونة اصلا حرفيا مرعب، تحس شيطان طالع منها. لعبة خطر جدا. بص يا جماعة، في كروت معانا هنا فيها ولعتين، وفي كروت فيها ولعة. احنا دلوقتي مثلا كل ما يكون العدد كبير زي ما قلت لك اللعبة هتكون اكتر ايه، اكتر متعة حرفيا. احنا دلوقتي هنركن العلبة وهنبدأ نرص الكروت بالشكل ده في النص، وهنبدأ نترص كده كلنا. اوكي. احنا دلوقتي اكتر حد شرير في القعدة هو اللي هيبدأ يسحب اول كارت. مثلا الشخص الاصفر ده اكتر حد شرير هيبدأ يسحب اول كارت. بيقولك ايه: مين فيكو اكتر حد بارد؟ مين فيكو اكتر حد بارد؟ الناس كلها، هو ده ليه يصوت. اوكي. كله يقول مثلا اللون الاورنج. كله اجمع على شخص واحد ان هو اللون الاورنج هو اكتر شخص بارد. المفروض ينفذ الحكم ده. حط تلجتين في ظهرك لحد ايه ما يسيحوا. اوكي، يعني يحط تلجتين في ظهره لحد ما يسيحوا. قال لا مش هعملها، يبقى خلاص هياخد الكارت ده. اوكي. لو جاب تلجتين وحطهم في ظهره الكارت ده هيتركن بره خالص. اتفقنا؟ يعني لو نفذ الحكم يا جماعة الكارت يتركن بره. لو ما نفذش الحكم هياخد الكارت. مثلا ما نفذش الحكم خد الكارت. المرة الجاية هو اللي هيسحب. هو ده دلوقتي هيسحب. هيبدأ يقرأ بصوت عالي. مين فيكو هيبقى أب أو أم صعبين؟ الناس كلها مثلا قالوا اللون الأزرق. ما ينفعش يصوتوا، ما ينفعش يقولوا هو ده تاني. يعني ما ينفعش يقولوا اللون الأورنج تاني، لا هو ليه إن هو يصوت معاهم ويختار حد، بس ما ينفعش حد يختاره. قالوا مثلا اللون البيبي بلو مثلا أو اللبني ده. المفروض الحكم اللي هينفذه إيه؟ دافع عن نفسك وقول ليه مش هتبقى أب أو أم صعبين. هيقول مثلا عشان كذا وكذا وكذا وكذا، او مش هيجاوب. لو جاوب خلاص الكارت ده هيطلع بره، لو ما جاوبش الكارت هياخده. واللي هيلم يا جماعه، انت لازم تنفذ اكتر عدد ممكن من الاحكام. لان انت لو جالك مثلا ما نفذتش الحكمين دول وجالك 3 ولعات تطلع بره. يعني انت دلوقتي اللي بيطلع بره اللي بيجي عنده 3 ولعات، انت لميت 3 ولعات هتطلع بره. اوكي. واخر اتنين بنبدأ مثلا الاتنين دول هما اللي فضلوا في الاخر. ده عنده ولعتين وده ولعة. اللي بيكون عنده عدد ولعات اقل هو اللي بيكسب. يلا تعالوا كده اقرا لكم كام سؤال برضو وحكم. انتوا فهمتوا الفكرة صح؟ مين فيكم مدمن مسلسلات؟ مثلا هيقولوا الشخص ده. اوكي. تقمص دور شخصية من المسلسل اللي انت بتشوفه دلوقتي. هيفضل لمدة دورين هيقعد يتقمص اي شخصية من المسلسل وهيقول اسم الشخصية. اوكي. لو ما نفذش الحكم هياخد الايه الكارت. فالافضل ان انت تنفذ الاحكام اللي موجودة. الشخص انتوا تخيلتوا الفكرة معايا صح؟ اللعبة جامدة جدا، بس زي ما قلت لكم لما يكون العدد كبير بتكون اللعبة اكتر متعة. يلا اتمنى تكونوا ايه عجبتكم اللعبة، بس اهم حاجة ما تنساش تشترك في القناة ولايك جميل يا بطل وكومنت عشان تحمسني ان انا انزل لك سلسلة الالعاب الجماعية او اكمل فيها. يلا السلام عليكم.